القنديلية أو القنديل. كلمة قنديل أصلها لاتيني ومعناها الشمعة، لكن مع الزمن بقى هو الوعاء اللي بيتحط فيه الزيت والفتيل عشان ينور المكان ويحمي النار من الهواء والرياح إن هي تطفي. وفي العمارة الإسلامية بقى القنديل عنصر أساسي في تصميم الإضاءة الداخلية. وفي حاجة برضو عايز أوضحها، الفرق بين القنديلية والمشكاوات. المشكاة في اللغة معناها قوة في الجدار غير نافذة، فراغ صغير بيتحط فيه القنديل أو بيتحط فيه الشمعة اللي بتنور المكان، زي ما ذكرت في القرآن الكريم في سورة النور. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وبالمعنى ان المشكاه هي الفراغ اللي بيتحط فيها المصباح او الاداه اللي بيتحط فيها الحاجه اللي بتنوره. اما القنديل فهي الاداه نفسها اللي بيتحط فيها الزيت والفتيل اللي هي بتنور فعلا. والقناديل الاسلاميه كانت بتتعلق في السقف بسلاسل معدنيه، وفي الاغلب كانت بتتعمل من النحاس، والازاز كان بيتنفخ يدويا وبيتزين بالمينا الملونه وبالذهب. وكانت ورش القاهره ودمشق بتتفنن في صناعه القناديل المنفوخه يدويا. ومن اشهر الامثله القناديل اللي موجوده في مسجد السلطان حسن، من اجمل ما انتج في العصر المملوكي، واللي موجوده في مسجد الرفاعي، واللي موجوده في متحف الفن الاسلامي اللي بتعرض مراحل تطور الصناعه دي من قرون.